السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس اللي تحت الفيديو، وتحطي لايك للفيديو ده علشان خاطر دعم ليا بإذن الله. هنرتب مع بعض كده غرفة النوم. هي مش فيها حاجة، انا بس هروق السرير. انا مغيرة الملاية امبارح. هظبط كده الملاية وهعدل الدفاية اللي عليها دي. الجو دلوقتي يا بنات اكننا في الصيف بالظبط، فانا بصراحة شلت اللحاف. انا ما عينتوش في الكرتونة بتاعته، بس انا شلته من على السرير. طلعت الدفاية دي، هي ما شاء الله كبيرة وحلوة بتدفي برضو. فقلت ايه، ربما الجو يبرد تاني، فمرضتش اعين اللحاف يعني. بس قلت الدفاية كده ايه افضل، ويعني وشكلها لايق مع الملاية بتاعت السرير، عاملين ماتشي ماتشي مع بعض. فقلت ايه خلاص انا هسيبها هي كده. الجو برد نستغطى باللحاف، الجو حلو يبقى هي على قد الدفاية كده تمام. المهم هنا رتبت السرير وظبطته، وجبت الفوطه بتاعه التراب اللي هي بتاعه ايكوي. لمعت الكومود كده والراديو والاباجوره وظهر السرير وايه، ومشيت كده على كل حاجه لمعتها من التراب. انا برضو قبل ما اغير الملايه كنت مروقه يعني منفضه الشباك والشيش من التراب وكده. انا قلت كل يوم هاخد اوضه اوضه كده اظبطها، وان شاء الله باذن الله ما عادش هيبقى في عواصف ولا اي حاجه. هروح ايه منفضه الشيش والشباك من اي اتربه عليه، لان اي هوا بيدخل بالتراب اللي كان اصلا واقف على الشيش من العاصفه. هنا خلصت الاوضه وظبطتها. ورحت جايه ايه رايحه بقى على الحاجه الكبيره اللي انا كنت عايزه اعملها النهارده. المطبخ عندي الحمد لله رايق ومفهوش اي حاجه. انا غسله المواعين من بالليل، وغسلت كمان البوتاجاز، ما كانش في اي حاجه. فانا كنت ناويه اعمل ايه، ناويه اغسل الشباك والمنظر. انا اسفه على هذا المنظر يا جماعه، انا كنت عايزه اعمله في العيد والله، بس طبعا انتوا كلكم عارفين اجواء العيد كانت عامله ازاي. فقلت خلاص ايه نأجلها. انا عندي بيجي لي هوا طيار، يعني طيار هوا من الشباك ده ملوش حل. فعشان خاطر اعمله ويبقى في عاصفة وكده، فكان برضو هيتبهدل. المهم قلت ايه، لما العاصفة تهدى انا هشيله وايه وهغسله. انا طبعا زي ما انتم شايفين في الفيديو انا حاولت ان انا اشيله معرفتش. انا اخري اشيل الضرفة اللي انا شلتها دي. زوجي بقى ربنا يبارك له هو اللي كان بيشيله ليا، بس انا هو في الشغل، وانا طبعا احنا الصبح، فانا عايزه اخلص وانجز، لان في اليوم ده انا كنت صايمه يا بنات. النهارده النهارده صورت الفيديو ومنتجته وظبطته عشان خاطر انزله لكم النهارده. المهم خدت الضرفه اللي انا فكيتها دي وغسلتها بالصابون والليفه بقى وظبطتها ومسحتها ونشفتها كده وركنتها جنبي على الارض، على ما اشوف انا هعمل ايه في بقيه الشباك. مليت هنا، جبت علبه وحطيت فيها شويه بريل وميه دافيه، وجبت برضو شويه مسحوق من بتاع الملابس وايه، علشان خاطر ما انا مش هعرف انزله بقى السلك ده، مش هعرف انزله، انا كل مره بنزله واظبطه. فقلت ايه هحاول كده معاه ان انا اغسله. انا اول مره اغسله هو فوق كده. المهم انا غسلته بالسبونشه. وطبعا زي ما انتم شايفين الكاميرا سايباني فوق ونازله هي لوحدها مع نفسها كده. التليفون اخد الحامل، اخد التليفون ونزل تحت. فانا كنت غسلت، يعني انتوا شايفين الفرق، فانا كنت غسلت شويه فيه. المهم لقيت التليفون كده يعني وضعه مش عاجبني، فبصيت عليه لقيت مش جايب اي حاجه. رحت جايه ظبطه وعدلاه تاني. شايفين يا بنات كميه التراب؟ هي مش دهون على قد ما هي تراب، يعني هي كانت نسبه بسيطه من الدهون مع العواصف اللي عدت. فكانت ايه بقى قافله الشباك، مفيش تهويه جايه من الشباك. مش متخيلين بعد ما نضفته الهوا داخلي من الشباك عامل ازاي.
المهم هنا الميجر برضو لقيتها اتملت ميه، جبت بالسبونشه كده وقعدت اغسل فيها، وفي نفس الوقت بقيت اشفط الميه بالسبونشه دي واعصرها في الحوض وارجع اعمل تاني لحد ما نضفت الميجر دي. غسلتها كذا مره وعدت عليها كذا مره، وبعد ما هغسلها كويس بالسبونشه جبت برضو الفوطه معايا اللي كتر خيرها شايله معايا كتير، قعدت انضف في الميجر كده واشطف في الميه واظبط فيها. وبرضو الضرفة دي غسلتها ومسحتها وحاولت على قد ما اقدر ان انا امسح كل تنتوفة فيها. بقيت امد ايدي من بره من الناحية دي شوية ومن الناحية دي شوية، وعلى قد ما طولت عملت. هنا برضو السلك غسلته كذا مرة وشطفته بالمية كذا مرة. يعني بعد ما شفطت المية من المجر رجعت حطيت مية نضيفة تاني، لانه برضو بينزل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسيش يا حبيبة قلبي تحطيلي لايك وتشتركوا في القناة لو مش مشتركة، وكمان تصلي على النبي في الكومنتات. شايفين الشباك ما شاء الله بقى زي الفل. شايفين النظافة يا بنات نضيف خالص وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. هنا بقى خدت بقى الضرفة دي عشان اركبها، طلعت على الكرسي علشان خاطر اركبها، وانا يعني ايدي على قلبي خايفة اخد الضرفة واقع انا وهي. الحمد لله عدت على خير. جربت كده مرة واتنين اقفله علشان خاطر اتأكد ان هو راكب تمام لا يقع عليا تاني. هنا بقى طبعا وانا بغسل السلك فاجي احط ايدي عليه اغسله كده يروح مطرطش بقى الهبو طاير. طبعا انتوا عارفين في تيار هوا، فمع التراب اللي بينزل بيروح طاير جاي عليا وجاي على على السيراميكا اللي محطوطه جنب الحوض دي، وعلى السيراميك بتاع الحوض هو الخلاط بتاع الحنفيه يعني. رحت ماسكه بقى بالسبونش غسله كل ده، وغسلت الخلاط بتاع الحوض، وغسلت اللي هو الخرطوم بتاع الغسالة بتاعة الملابس والخرطوم بتاع الفلتر، وظبطته غسلته الاول بالسبونشة، وبعد كده نزلت كده بالمية، ورحت جايه بالفوطة دي برضو منشفة كده ومسحة كذا مرة. انا حابه يا بنات ارحب بكل البنات اللي اشتركت معايا جديد في القناه، وكل البنات اللي موجوده عندي من اول ما فتحت القناه. انا متشكره جدا وبشكركم من قلب قلبي. شكرا جدا ليكم وشرفتوني ونورتوني، وان شاء الله نبقى مع بعض عيله كبيره. يعني مش شرط يا بنات ان انا يعني مش شايفاكوا او انتوا كمان مش شايفيني، عشان انا مش بظهر كتير، يعني مش بظهر في القناه. بس انا سبحان الله كل اخت موجودة معايا على القناة بحبكم جدا جدا جدا، وانا اتشرفت بوجودكم معايا. ويا رب ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. ان انتي دوستيلي اشتراك، دي حاجة بالنسبة لي كبيرة وحاجة تسعدني جدا جدا جدا. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، وان شاء الله نبقى صحبة طيبة بإذن الله مع بعض في القناة ان شاء الله. وعيلتي ان شاء الله تكبر بيكو، وعايزه القناه تكبر بيكو كده ان شاء الله باذن الله. انا برضو وريتكم ان البوتاجاز معايا نضيف من امبارح. انا بعد ما فطرت يا بنات كنت صايمه برضو، دخلت غسلت المواعين وغسلت البوتاجاز ولمعت الرخامه وظبطت الدنيا، بحيث ان تاني يوم الشغل اللي عليا يبقى برضو خفيف. هنا بعد ما خلصت شلت بقى المشاية اللي في الارض، نفسي اغيرها يا بنات والله، نفسي اجيب واحده جديده. ادعوا لي ربنا يكرمني واجيب واحده جديده. جبت بقى شويه، جبت الموب كده وحطيت فيها شويه كلور، وبعدين قلت لا ده الارض دي لازم ارمي فيها شويه ميه بمسحوق كده. هي ما كانتش متبهدله ولا حاجه، وانا برضو كنستها يعني قبل ما امسحها كنستها، بس ايد المقشه مكسوره فكنت بوطي وانا بكنسها، فما رضيتش ما حبيتش ان انا اجيبها معاكم. ان شاء الله باذن الله هنزل اجيب ايد المقشه، وهجيب ان شاء الله باذن الله حافظه جديده للمطبخ.
هنا بقى رحت جايبة رامية شوية مية دافية عليهم بريل عادي من بتاع الصابون، ورحت دعكاها بقى دعكة حلوة كده. فضلت رايحة جاية عليها كذا مرة. اول مرة اصور معاكم المطبخ وانا بمسحه، هو يعني انا مش عارفة اتحرك، فمش عارفة كده الكادر مظبوط ليكو ولا مش مظبوط ولا ايه، مش عارفة. انا هنا مسحت بقى وظبطت الدنيا، والمية كانت نضيفة معايا، ما انا ما استخدمتهاش بقى، انا كبيت مية تانية. قلت خلاص ايه، هطلع بقى على البلكونة بالمرة امسحها واروقها. كان فيها شوية حاجات كده شلتها ورصيتها، ورحت جاية ايه برضو مسحاها. وكان في الغسالة دورة غسيل بتتغسل، وعلى الحبال دورة منشورة عايزة تتشال وتتطبق، والله العظيم. وفي هدوم متطبقة عايزة يتعان في الدولاب. انا مش عارفة هروح فين من من الهدوم دي. بس الحمد لله، فضل ونعمة من ربنا. ولادنا موجودين وبصحتهم، ويلبسوا ويقلعوا، وانا اغسل وانشر واطبق واغسل تاني، مفيش اي مشكلة. ربنا يديمها علينا يا رب نعمة، ويحفظها من الزوال. انا وانتم قولوا امين يا بنات، اللهم امين يا رب العالمين. ويرزق كل واحدة نفسها في الذرية الصالحة، يرزقها بالذرية الصالحة عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي يا بنات في الكومنتات، وما تنسوش اللايك. هنا بقى البلكونة بقت زي الفل، وهنا برضو المشاية سبتها تتشمس شوية. الشمس كانت النهاردة يوم الأربع كان أكننا في الصيف. شايفين الشمس يعني لونها باين إنها حامية قوي. رموسة طلعت تقول لي يا ماما هو الجو حر لي، أنا مش طايقة نفسي، ودخلت على التويلت على طول أخدت دش. شايفين الاجواء، الكل قاعد في الشموسة بيتشمس. انا استحالة انزل اقعد القعدة دي. المهم يا بنات بقى، قلت ايه ادخل على المطبخ، غيرت هدومي عشان انا اصلا يعني بتكتف من العباية، بس انا عشان هصور وهبان رحت لابساها. قلت بقى ايه اعمل حاجة حلوة، بما اني صايمة، هو الصيام بيخليك داخلة على حاجة حلوة على طول. المهم هنا جبت في حلة حطيت كوباية الا ربع سكر ونص كوباية مية. وعندي كوبايه زبادي، لو مش عندك كوبايه الزبادي دي حط 3/4 كوبايه ميه، يبقى كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع ميه. وهنا برضو حطيت كوبايه الا ربع سمنه. عملتهم معاكم بالمعلقه عشان لو مش عايزين تحطوها في الكوبايه. 4 معالق كبار هرميه من السمنه، واخدتهم على نار هاديه خالص خالص، وبدات ادوب فيهم كده لحد ما السكر يدوب والسمنه تسيح. انا مش عايزاها سخنه، هي كانت دافيه بس النار هاديه خالص، وانا عماله اقلب عشان خاطر السكر يدوب معايا بسرعه. ورحت هنا قافله وطفي على النار وخلاص. قلت اعمل معاكم حاجه ايه حلوه كمان بالمره. شايفين حطيت ايدي مستحملاه يا دوبك دافيه، دافيه مايله للفتره كمان. هنا عندي الكوبايه دي كوبايه الزبادي اللي هي بتاعت مكنه الزبادي. يعني هي اكبر من علبه الزبادي الصغيره اللي بتتباع، يعني قولي 100 جرام زبادي. طب لو انت مش هتحطي زبادي ومش عندك الوصفه دي اصلا بميه، هتحطي كوبايه الا ربع ميه. ماشي. وهنا بقى جبت نص كيلو دقيق بسبوسة، هو كان عندي برضو من رمضان، فده اللي شجعني ان انا اعمله. حطيت عليه باكت فانيليا زي ما انتوا شايفين معايا. امشي بالخطوات دي ان شاء الله هتظبط معاك. انا من عشاق البسبوسة. وحطيت يا بنات ذرة ملح، يبقى احنا حطينا نص كيلو دقيق بسبوسة وباكت فانيليا وذرة ملح. وهجيب معاكم دلوقتي 2 معلقة كبار آم، دقيق معلش لبن بودرة، وهقلب كل ده مع بعض. لبن البودرة بيدعم الايه الطعم، خصوصا لو هتعمليها بمية. وجبت نص معلقة بيكنج باودر، يعني اقل من نص كمان. ماشي. وهقلب كل ده مع بعض، ولو في تكتلات في اللبن البودرة ولا كده عشان كنت حاطاه في التلاجة دوبته كده. وعندي برضو من بواقي رمضان معلقتين، يعتبر معلقتين كبار كده جوز الهند، قلت هحطهم، لو مش عندك برضو ما تحطهمش عادي. ماشي. هنا بقى انزل بالخليط اقلبه كمان تقليبة، وهروح نازلة على المكونات الجافة. يبقى كوباية الا ربع سكر، كوباية الا ربع سوائل، كوباية الا ربع سمنة.
الحاجات اللي كانت السوائل اللي معايا في الحله دي. هنا بقى كنت هقلب الخليط بايدي، فبعدين قلت ادهن الاول الصينيه سمنه قبل ما احط ايدي في الخليط. جبت معلقه سمنه حلوه كده ودهنتها في الصينيه، والاحرف برضو مش تنسيها. وخلاص على كده، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. هنا بقى رحت عامله مزج الخليط بايدي كده. انا ما بعجنش يا بنات، انا بس يا دوبك ايه، باطراف صوابعي كده بخلط السوائل في المواد الجافه. البسبوسه من الحاجات يعني بصي بتتلكك لنا، عايزه تبوظ. انا بحبها ودايما بفضل ادور على اسهل طريقه عشان خاطر تظبط معايا. دي ظبطت معايا بفضل ماشيه عليها. وفي طريقه تانية بكرملها برضو حلوه، برضو ظبطت معايا ومعموله بالميه. ممكن اعملها بالميه، ممكن اعملها باللبن، مفيش مشكله. هنا يا بنات عشان خاطر انا حطيت معلقتين كبار جوز هند، فالعجينه احتاجت مني معلقتين بالظبط ميه، فحطيتهم. لما لقيت العجينه اللي كده مش لما وحاسه انها لسه محتاجه سوائل، حطيت لها معلقتين 2 ميه. ورحت عجنتها بقى ورحت منزلاها في الصينيه. وهبدا بقى اظبطها واسويها كده. القوام بتاعها ده يا بنات مظبوط، علشان خاطر لو اخف من كده مش هتطلع معاكي القطعه بقطعتها. هتشوفي معايا في اخر الفيديو هتطلع القطعه بقطعتها والارضيه هتبقى نظيفه خالص. هنا بقى انا كنت غسلت ايدي وجبت السوداني علشان خاطر ارصه كده. عندك لوز حطي، عندك سوداني حطي، عندك مش عايزه تحطي حاجه خالص ما تحطيش. انا برضو السوداني كان عندي في التلاجة، وهو اصلا الحاجات دي ما بتحبش تقعد في التلاجة كتير. قلت انا هستخدم كل حاجه في التلاجة النهارده، انا مش هسيب، ما عادش هسيب اي حاجه من رمضان هنا في التلاجة. هنا بقى جبت معايا للشربات او السيرم بتاع البسبوسه كوبايه. انا بعاير بالكوبايه بتاعه العصير، كوبايه ونص ميه عليها كوبايه ونص سكر، تمام. وعصره ليمونه، وانا بحب احط قشر الليمونه معاها، وباكت فانيليا. هحط كل ده، بس باكت الفانيليا ما جاش في التصوير. كل ده هقلبه، يعني هولع بقى عليه النار وسط، وهقلب بالراحه وهحطه على النار. هنا الفرن كان سخن معايا، حطيتها في النص على درجه حراره متوسطه. هنا الشربات كان خلاص دخل معايا في السوا. حطيت له معلقه سمنه وقلبته كده تقلبتين، وقفلت عليه يا بنات، ماشي. لان البسبوسه كان لسه عليها شويه، بقفل عليه ولما اجي اطلع البسبوسه برجع اسخنه تاني. هنا بقى البسبوسه كان عدى عليها نص ساعه، نزلتها كده في الرف التاني برضو على الشبكه، وهديت النار شويه، ورحت مشغله الشوايه برضو على نار هاديه، وسبتها على النار. سبتها يعني لقيت تاخد لون. اخدت معايا كام؟ اخدت معايا 50 دقيقه في الفرن، ماشي. هنا بقى طلعت بقى لونها جميل وتحفه. سخنت طبعا تاني الشربات وحطيته كده في البرطمان ده عشان اعرف اصب منه. طبعا لقيته سخن مولع، رحت جايه ماسكه بالمسكه دي. لازم البسبوسه تكون سخنه وهو الشربات يكون سخن. شايفين؟ دليل ان البسبوسه ناجحه، تلاقيها تشرب معاكي العسل كده بسرعه. البرطمان الاولاني شربته وخلصته. جبت برضو المعيار ده، عمل معايا 2 برطمان من الصغير ده البرطمان الصغير اللي بياخد 350 جرام مربى. حطيته برضو كله. انا بحبها كده بتلمع وتبقى شاربة عسل كده وتمام. أنا حطيت شوية كده، ولما شربتهم رجعت حطيت الحبة الباقيين. هي اخدت معايا البرطمانين الاتنين، يعني اخدت معايا الكوباية ونص سكر كلها. شايفين شكلها يا بنات؟ خلاص كده شربت. ما تغطيهاش كتير، بيقولك بعد ما تشربيها الشربات غطيها علشان خاطر تطرى. لا، لما بغطيها بتشرب الشربات ويبقى لونها باهت كده واكنها ما خدتش شربات خالص. انا بحبش اغطيها، انا بركنها على جنب كده. حتى بزود لها الشربات شويه، لان في كل يقولك كوبايه ونص اللي هي الكوبايه بتاعه الشاي ميه، وكوبايه ونص سكر. لا، انا بحط من بتاعه العصير، علشان ما بغطيهاش واسيبها تشرب الشربات براحتها. شايفين القطعة طالعة بقطعتها ازاي؟ علشان خاطر العجينة كانت مظبوطة. هنا بقى كان بعد المغرب، جبت قطعة صغيرة كده وقلت اوريها لكم في الطبق. دوقي يا مها واستمتعي وبألف هنا على قلبك. شايفين يا بنات؟ ما شاء الله جميلة، انا بعشقها. بس انا بقى بحبها اكتر تاني يوم. يعني انا القطعة دي ما كملتهاش، بحبها تاني يوم. شايفين مرملة ازاي؟
وبتلمع وطرية وشاربة كل شرباتها ازاي. انا عمالة بقى ازوم لكم عليها وطرية، انا ما غطيتهاش وطرية لاني شربتها العسل بتاعها بألف هنا. وهنا برضو قلت اجيب لكم لقطة من يعني انا فطرت بعد المغرب، اجيب لكم لقطة من الفطار بتاع النهاردة. كان عندي اكل بسلة ورز من امبارح، عملت عليهم بس شوية رز جداد. وكنت وده عظم من السلسلة بتاعة الذبيحة، فيها لحم برضو، كانت من العقيقة بتاعة ابن اخويا، ربنا يحفظه ويبارك له فيه يا رب، اللهم امين. قلت بقى ايه، بدل ما تبقى الاكلة قرديحي، رحت منزلاهم في البسلة بعد ما غليت. الكلام ده كان امبارح. وايه تاخد من طعم البسلة والبسلة تاخد من طعمها، وكان طعمها حكاية. وده كان فطارنا النهاردة او غدانا، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.